هلا وهلا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. نبدأ الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يلا تعالوا شوفوا اليوم احنا الاجواء اللي عندنا. هاي بعد المطر القوي صار ببغداد، والناس فاضت واللعب بيها طوبة، والله يساعد الناس اللي فايضة بيوتها. حبيت اليوم اطلع اخذكم وياي فرة. ليش قاعدات بالبيت وضايجات؟ تعال اشوفكم الزعفرانية وشنو عندنا احنا بالزعفرانية وشنو المولات اللي عندنا. هنا حاخذكم مول الحامد. اشياء عدة تجنن. طبعا انا من عشاق هذا المول، احب دائما اروح اشتري من عنده هاي المواد، واشتري الاشياء اللي اريدها واللي احتاجها. واخذت لكم فرة وياي تعودوا تشوفون شعتهم من مواد وبعض الاشياء والحاجات. قولوا لي والله شلون احوالكم هذا المطر وهذا الجو؟ تشغلون صوبات؟ لا. هسه يقولون وين اكو واحد ما يشغل صوبة؟ لا، اكو ناس تشغل واكو ناس ما تشغل. وجهزتوا راس السنة لو بعدكم؟ وش راح تسوون حفلة براس السنة؟ يعني حفلة عائلية بيناتكم، لو تتجمعون يم الخوات والاخوان؟ طبعا اني ما اعرف، يا اما انزل ويا عيالي واسوي حفله، يا اما اقعد بشختي واسوي انا وجهالي، يا اما اروح لاهلي. ما اعرف، حسب ظروفنا وحسب الوقت اللي راح يصير براس السنه. المهم حبايبي، طبعا انا هنا حبيت اخذكم وياي هنا جوله باربع شوارع بالزعفرانيه. وقلت همين اصور لكم كم لقطه واسولف لكم هم قصه احد المتابعات. طبعا انا هواي قصص دا تجيني والله، بس اني ما عندي وقت، يعني وقت اصور او انشر. فقلت ما طول سويت هذا الفيديو خلي اسولف لكم قصة. حبايبي، صاحبة القصة تقول وانا عمر 18 سنة طلعت انا وامي للدكتور. هناك صادفنا قرايبنا. من صادفنا قرايبنا وشافوني سألوا علي، قالوا هاي من هي هاي البنية اللي وياك؟ قلت هاي بنتي. سألوا امه علي، قلت لهم هاي بنتي. قال ها صلوات كبرانة وصايرة عندك بنية شابة وما اعرف شنو. تقول كان الولد ويا امه، شافاني وانعجب بيا وحباني وهواني، وقال هاي خوش بنية وما اعرف شنو، يعني عن الحكي يعني بعدين اللي صار. ف فتقول تقدم لي 3 مرات، كل ما يتقدم لي كانوا اهلي يرفضون، يقولون بعدك صغيرة ومال زواج. وأنا هم كنت أفكر أتزوج، بس شنو الولد تقرب من عندي وجاب رقمي ما أعرف منين، وظل يتصل بيا ويخابرني ويسولف لي سوالف حلوة مال حبيات وأحبك وأريدك وأموت عليك وأنا أنت عجبتيني وأني من كلش بعد تعلقت بيك وبعد ما أقدر بدونك. وجت أيام وراحت أيام، صارت علاقتنا قوة بيني وبينه. وتقدم لي للمرة الرابعة. نتقدم لي المرة الرابعة، هنا أنا حاجيتهم قلت لهم هذا الولد ما طول يتقدم وظل يعني كل مرة يتقدم والرفضة، يتقدم عليه والرفضة، فهو رايدني وأنا أشوفه إنه ما بيه شي وما بيه شي، يعني إنه أتزوج وأستقر. والله وتزوجته وأخدته، وما أقول لكم صار وياي من تزوجته. شفت الويل وياه، وطلع لي خواته، يعني حمواتي من صفحة، يعني حمواتي كلش مو زينات وياي، يعني لعبا بيه لعب، دمرني دمار، يتحكمون بزوجي بكل شي. يعني هو من نوع طلع ما عنده شخصية نهائيا، يعني شنو اللي يقول له يمشي ورا خواته، يقول له هيك يقول له هيك. مثلا يعني اذا اقعد انا وزوجي بالغرفة وحدنا القاهن حاطات كرسي او وحدة من عندهن، يعني من حمواتي الصغيرة تخلي كرسي على الغرفة وتقعد تسمع ايش نسولف ايش نحكي ايش نقول. يعني افتح باب الغرفة القاها قبالي، تعبت من سوالفهن، حاشي هو ما يقدر لهن، يخاف من عدهن لان هن معيشاته، لان هن ينطلنا المصرف. وجايبة وحدة حماتي الكبيرة عطتها السيارة، قالت له اشتغل بيها وتعطيني نص المصرف الي. زين يعني اقول له ترى ما يصير انت، يعني ان احنا وحدنا حريتنا نقعد نسولف نحكي، بس اجيب يعني اسولف هذا الموضوع يلزمني يقتلني يملخني تملخ، ممنوع اجيب طاري خواته ويخاف من عدهن، كلش يخاف من عدهن. دمرني والله العظيم دمرني، وانا وياه 3 سنين ما صار عندي خلفة من عنده. وكل ما نروح دكتور هي ويا حماتي الكبيرة
تقولي انت ما يصير عندك جهال، انت ما تفيدين. واني يعني كل شي ما بيه، يعني كل تحاليلي كل هاي سليمة، بس ما يخللني اشوف تحاليل زوجي نهائيا. لازم تحاليله ويضمنهن يمهن زين. وامهن هم لا تحل ولا تربط، كله بايديهن، هن اثنين وشالعات قلبي دمراتني، يتحكمون بأكلنا وبشربنا وبتصرفاتنا، وكله بيديهن. ومرات تقوم عليها هاي حماتي الكبيرة تلعب بيا طوبة، تغلط وتفشر وش تسوي بيا، على أي شي، على أي شي تحاسبني. يعني عبالك هي رجلي مو هو زوجي زين. وهن اثنيناتهن منفصلات، يعني متزوجات ومطلقات، وتعبني كلش، تعبني ودمرني، وذابات الشغل كله علي. يعني انا اشتغل وانظف واسوي وما عاجبهن زين. انا ما عندي اشكال، عاد اشتغل واسوي، بس هن كل ما هذا يقومن ويقعدن يعيرني، انت ما يصير عندك جهال، انت عاقر، انت بتتحلمين يصير عندك جهال، انت ما تفيدينا بعد. زين انا يعني انا شنو بيدي على مود اقدر اسوي؟ انا كل شي ما بيدي، هو رزق الله. زين انا اريد اعرف زوجي، يعني انا اريد اشوف تحاليله، ليش ما يخلني اشوفها؟ انا شاكة بهذا الموضوع. وهو من قلت لكم احس ما عنده شخصية، بيد خواته، يعني كلش تعبت من عنده، وما قمت ما اتحمل، واروح لاهلي اقول لهم هيك الموضوع وهيك وهيجي. يقول لي امي، تقول لي يعني شو نسوي هسه احنا بهاي الحال، شو نسوي وشو نسوي؟ وذا هو يعني ما ادري شلونه وياك، وحمواتك ما ادري شلونهن. يعني تدري تطلقين اتطلقي، بس انا همينة اقول يعني خل اصبر واشوف. حبايبي، قصة احد المتابعات كانت هاي قصتها، وحابة تريد تاخذ آراءكم، تقولكم هذا الشخص كمل وياه لا عوفه. طبعا هاي هنا اني طلعت قلت ما راح اشتري شي، راح اتفرج وارجع، شو ما احس نفسي الا جايبة هاي الاشياء كلها وجاية. منو مثلي بالله تقول حروح ما اشتري، بس اتفرج وارجع. طبعا هاي فاكهة القشطة كلش زينة، وهذا المنظف يخبل مال الحمامات، كلش كلش راقي، انصحكم بيه. وهاي النمنميات بسيطة اشتريتها لشغلات كباسة، على عصاير، على هاي الاشياء، هيج مرات واحد يغير بالليل. يعني هاي شغلات بالسهرة مثلا، اقعد اني وجهال، او مثلا انا شغلت في فيلم او شي، نمنميات الليل. حبايبي، حبيت اشوفكم هذا الفيديو ومشترياتي البسيطة، وان شاء الله ينال اعجابكم، ولا تنسوني باللايك والاشتراك. واشوفكم الف خير، ولهنا راح يخلص فيديونا، واقولكم مع السلامة، باي باي.